الفصائل المسلحة أو على الحشد الشعبي هي رئاسة الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة. مضت على ذلك كثير ولبت أو استجابت لهذه المطالب. الكتل السياسية الموجودة مشكورين حقيقة باعتبارهم قد عرفوا ووعوا القضية، وبالتالي نرى أنه الخطوة الأولى كانت هي الدعوة من قبل السيد رئيس الوزراء، الخطوة الأخرى أيضا دعت لها المرجعية الشريفة والتلبية التي صدرت من قبل الفصائل المسلحة والكتل السياسية. الموسوي، هنالك من يتساءل أيضا ما مصير مقرات الفصائل الإدارية وكذلك الإعلامية التي تتواجد داخل المدن العراقية؟ هل ستستثنى من القرار لكونها مقرات ليست قتالية أو ماذا؟ سيدي الكريم، هذا الجواب على هذا السؤال هو واضح من خلال تصريحات الكتل السياسية التي لها أجنحة عسكرية واضح، عندما تحدثت وقالت أن الأجنحة العسكرية قد حلت وانفصلت حزبيا عن هذه المقرات، وبالتالي هذه المقرات أكيد سوف تكون هي مقرات حزبية ليس إلا. أما الفصائل المسلحة أو الجناح المسلح العسكري سوف تكون له ثكنات عسكرية خاصة، سوف تقوم الحكومة العراقية بإيجاد هذه الثكنات خارج المدن العراقية، وبالتالي هذه القضية أيضا هي خطوة من خطوات انه ابعاد الشارع العراقي، ابعاد هذا الشارع عن العسكره، ومن اجل ان تبتعد هذه الرؤيه، من اجل ان نصحح الطريق لدى الشعب العراقي، يجب ان نبتعد عن هذه الافكار العسكريه، وبالتالي هذه النقطه سوف تكون هذه مقرات حزبيه لهذه الكتل ولهذه الاحزاب. اما الفصائل المسلحه او الحشد الشعبي او ثكناتهم سوف تكون اكيد خارج حدود المدينه. المحلل السياسي حيدر الموسوي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية في هذه الساعة الإخبارية من قناة الراصد، شكرا لك. حياكم الله.